خير الكلام ما نبدأ به بسم الله واللهم صل على محمد وآل محمد. يا هلا يومية هلا بأحلى عائلة منورين قناتي وعساكم بألف خير وراحة بال. حبايب فيديو اليوم حبيت أشارك روتين يومي، ومن خلال ما أشارك روتين يومي حبيت أحكي بموضوع هو شلون نتعامل مع الناس السلبية وشلون يكون الرد. أما روتيني كبداية هنا بديت أجمد. هنا عندي طماطة حبيت أخليها بأكياس وأخليها بالمجمدة حتى ما تخرب، وأيضا عندي بامية جمدتها، هي مو وقت تجميد هسه وإنما إذا بقت فترة بالثلاجة تخرب، فقلت أخليها بأكياس وأجمدها. هنا دائما مجتمعنا يحبون يسألون، خاصة من يصير تجمعات يسألون ويدققون بكل شيء، يكون أسئلتهم أسئلة مستفزة، شو وقت تتزوجين أو شو وقت تتعينين أو ليش ضعيفة، ليش سمينة. هنا تكون دائما ردك لا تبررين ولا تتدخلين بتفاصيل ولا تنطين تفاصيل أكثر. هنا دائما يكون جوابك بكلمتين مختصرة وأيضا وتكون مغلفة بابتسامة. الحمد لله كل شيء بوقته حلو، الله كريم، من يصير شيء تبشرون وغيري الموضوع فورا. وخلي بينك وبينهم سياج، حتى لو كان صلة رحم أو قرابة قللي القيل والقال، اسمعي من هالأذان وطلعي من هاي الأذان الثانية، لا تشاركين وياهم خططك المستقبلية ولا مشاريعك ولا حتى الأشياء اللي ناوية تشتريها أو تسويها، خليهم يشوفون النتائج وبس. مرات يجيك انتقاد على لبسك، على شغلك أو على طريقتك بالبيت، اسمعي وابتسمي ودائما يكون رد صامت، لا تبينين انك انقهرتي او اتنرفزتي، لان السلبي يتغذى على النظرة الضوجة بعينك. ودائما يكون الرد هزي رأسك وقولي ان شاء الله خير او الله كريم، وعوف المكان وقومي صب شاي، او شوف الجهال، الحركة تكسر طاقة النقد. هذه الردود خليهم يسكتون بدون ما تصيرين قليلة أدب بنظرهم. إذا انتقدوك على شغلك أو أي أسلوب حياتك، هنا يكون جوابك تسلمون عيني، الناس أذواق وأنا مرتاحة هيك والحمد لله. وإذا بدأوا يقارنون بينك وبين الأقارب الآخرين، هنا يكون ردك ما شاء الله، الله يوفق الجميع ويزيدهم كل واحد ورزقه وقسمته بالدنيا. وإذا تدخلوا بشي خصوصي وحسيتي بقاحة السؤال، هنا ابتسمي وقولي هذه أسرار دولة ما تطلع برا، بضحكة وشقة، هالأسلوب يضيع السالفة ويحرج المقابل بدون زعل. أما أنواع الأقارب، منهم السلب الفضولي، يحب يعرف أخبارك حتى يسولف بيها يم الباقين، هنا دائما شتتي أفكاره واحكي وياه وسئلي ولا تحكين شي عن نفسك. النوع الثاني السلب المحبط، من يشوفك فرحانة بشي يجي يطفي واهسك ويطلع بيها عيوب، هنا أنا تنطينه إذن طين وإذن عجين، لا تاخذين رأيه بأي خطوة تخص حياتك. أما النوع الأخير الإيجاب الطيب، يفرح لفرحك وينصحك من وراء قلبه، وهذا ينشال على الرأس، وخلي قعدتك وياه بالذات دائما بالمناسبات.
وبنات دائما ذكري صلة الرحم تتطلب منك الواجب بالمعروف والمناسبات، بس ما تتطلب منك تسلمين مفاتيح راحتك النفسية لأي أحد. خليك مثل النخلة هادئة وعالية، واللي يأذيك بحجاية خليه يروح السعف ويرجع. ولهنا تنتهي نصائح اليوم، وأرجع لروتيني وياكم. وبنات مثل ما شفتوا بالفيديو هنا روتين يومي متنوع، تجميد بامية وطماطة. هنا أنا خليتها بالمجمدة حتى ما تخرب، لأن الثلاجة إذا تبقى تخرب. وهنا أيضا سويت العشاء طماطة وفلافل. هنا جبناها فقط ضفت ملح وقليتها، يعني جبنا عجينة. وهنا أيضا سويت كيك وفتحت الحظ يا نصيب. أنا دائما الجهال تحب علب هذه الحظ يا نصيب، أكو كبار وأكو صغار، تطلع منها المهم أكو شغلات وأكو متكرر. ولهنا ينتهي فيديو اليوم. لا تنسونا من اللايك وتفعيل جرس الاشتراك. حبايبي دمتم بخير.